أظن بأنه اللقب مستحق بالنسبة للوداد البيضاوي. اللقب التاسع عشر لم يأتي محض الصدفة. اللقب جاء نتيجة عمل كل مكونات نادي الوداد البيضاوي، لا المكتب المسير ولا المدرب عموته ولا كل اللاعبين، وأيضا الجمهور، لأن دور الجمهور اللي لعب دور كبير جدا في اللقب التاسع عشر. ما نساوش بأن الوداد بالأرقام هو حقق يعني معطيات مهمة جدا تشفع له باللقب التاسع عشر. ننسى بأنه الوداد هو رابع أفضل خط دفاع، الوداد هو أفضل خط هجوم في الدوري المغربي، والوداد البيضاوي حقق أعلى معدل نقاط في البطولة الوطنية، وبالتالي فكل المعطيات تخلي الوداد البيضاوي يستحق اللقب التاسع عشر. وما تفوتنيش الفرصة باش نشير هذا اللغط اللي سايد في هذه الفترة بالذات عبر وسائل الإعلام وحتى بالنسبة للجماهير، وهو مسألة اللقب التاسع عشر. فالكل يعرف بأن الفيفا والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم صدقت على ألقاب الوداد البيضاوي، وبالتالي حسابيا هذا هو اللقب التاسع عشر. ومرة أخرى تهانينا الوداد البيضاوي وكل مكونات الوداد على هذا اللقب، وإن شاء الله يستمر التألق في البطولة الإفريقية لا بالنسبة للوداد ولا بالنسبة لفريق الفتح الرباطي. كنظن انا طبيعي كمعلق اتفاعل بهذه الطريقه مع جماهير الوداد البيضاوي. هذا دليل وهذا تاكيد على اعجابي طريقه تشجيع جماهير فريق الوداد البيضاوي. واذا كانت هناك جائزه تمنح لافضل جمهور هذه السنه فهو بكل تاكيد جمهور الوداد البيضاوي، مع الاحترام الكامل لكل الجماهير المغربيه. شخصيا تعاطفت وتفاعلت كثير مع جماهير اتحاد طنجه الموسم الماضي، لانه كان جمهور طنجه كان غايه في الروعه وساهم بشكل كبير في رسم صوره حضاريه عن الجماهير المغربيه عموما. وهذه السنه فالكل لاحظ بان الجمهور الوداد البيضاوي قدم تضحيات وكان يتنقل مع فريق الوداد البيضاوي في كل الملاعب. شفنا روح رياضيه عاليه، شفنا اغاني جميله جدا. وشخصيا يعني لن اجد حرجا في التعبير عن اعجاب جمهور الوداد البيضاوي، واعتقد انه يستحق العلامه الكامله على طريقه التشجيع والحضاريه في كل ملاعب الوطن.